بعد المدرسه بتروح هينا للبيت وبتاكل مع اخوها الكبير اوني اللي في المدرسه الثانويه، وبنتعرف على كوتارو وهو صديق طفوله هينا وهما في نفس العمر وجارها في نفس الوقت، ودي اخته ناتسوكي اللي اكبر منه وبرده صديقه هينا. وبيطلع كوتارو من بيته مع هينا في نفس الوقت وبيروحوا للمدرسه اللي هما فيها سوا، وبنعرف ان كوتارو بيعشق كره القدم جدا حتى انه بيلعبها قبل بدء اليوم الدراسي كل يوم. بعد الموقف السيء اللي اتعرضت ليه هينا مع دوكي، كل ما يشوفها دوكي في اي مكان بيسلم عليها وهي بتكون محرجه جدا، وبتظهر بنت اسمها تاكا ميزاوا بتغير من هينا جدا، واول ما عرفت ان هينا معجبه بدوكي كل مره بتروح تسلم عليه علشان تبعده عنها، وفي كل مره بتشوفه بتفضل تضحك له وتهزر معاه، وهينا بتفضل غضبانه جدا من اللي بيحصل قدامها. وسالت هينا نفسها ليه مهتمه بدوكي، والاغرب انها متضايقه لما بتكلمه تاكا ميزاوا، وفي كل مره بتشوفه بتطلع تجري لبعيد، واكتشفت انها بتحبه لكنها ما تقدرش تعترف له بحبها. اثناء حفل تخرج السنه الاخيره من المرحله المتوسطه واللي معظمهم هيروحوا مدرسه ساكورا الثانويه، ومن ضمنهم دوكي، فعيطت هينا من كتر حبها وان هو هيمشي، وبتصالحها صديقتها ان هي تصورهم صوره مع بعض، واتخذت الصوره وهنا بتعيط. بعد رجوعها للبيت فضلت تتفرج على الصوره وهي زعلانه انها مش هتقدر تشوف دوكي تاني، فقررت انها تذاكر باجتهاد وساعدها اخوها علشان تروح نفس المدرسه اللي هيروحها دوكي. وبالمناسبه نفس المدرسه دي هي اللي فيها اخوها. واول ما عرف كوتارو ان هينا عايزه تروح مدرسه ساكورا الثانويه طلب من اخته انها تساعده يذاكر بحجه انه عايز يروح المدرسه اللي فيها اخته، ولكن اخته ناتسوكي بتكون عارفه السبب فبتساعده يذاكر، واخيرا بينجحوا وبيروحوا نفس المدرسه سوا. وبعد ما بتدخل هينا المدرسه دخلت الفصل بتاعها واكتشفت وجود البنت اللي اسمها تاكا ميزاوا، وهي اللي كانت بتضايقها بكلامها مع دوكي، ولما اتضايقت من كلامها عن دوكي سابتها ومشت. وبعد ما طلعت هينا لفناء المدرسه بتلاقي دوكي اللي بيحب الورود كتير جدا، وفضلوا يتكلموا سوا في نفس الوقت اللي بيشوفهم كوتارو بيغير على هينا جدا. واخيرا بعد مراقبه طويله من هينا لدوكي في صمت قررت تعترف له بحبها، لكنها اكتشفت انه غير مظهره تماما وقص شعره وشال النضاره، وفهمت هينا انه اكيد بيعمل كده علشان بيحب واحده غيرها. واللي ضايق هينا اكتر ان زاد اعجاب البنات بدوكي بعد تغيير مظهره، واول ما بيشوفها دوكي بينادي عليها وبيسلم عليها لكنها بتطلع تجري وبتفضل تعيط كتير. وبعد ما بتروح البيت بيلاحظ اخوها اوني زعلها فعرض عليها ياخدها يخرجوا سوا، وشافهم كوتارو وعرف اخو هينا ان كوتارو كان جايب لعبه الفيديو يلعبها مع هينا علشان تخرج من اللي هي فيه، وشكروا اوني من غير ما هينا تعرف. وبدا يفكر كوتارو كتير في هينا ونفسه تحبه زي ما بيحبها. وبعد ما بترجع هينا لبيتها قررت انها تعترف لدوكي بحبها في جواب وتقول له عن اللي في قلبها، وبتستنى هينا دوكي يخرج من المدرسه، وبتلاحظ انه اتاخر، واول ما قابلته لقيته زعلان وسالته عن سبب حزنه، فقال لها انه شافه واكتشف ان حبيبته بتحب واحد تاني غيره، وطبعا حبيبته هي ناتسوكي اخت كوتارو وبتحب اخو هينا اللي هو اوني. وبسرعه قالت له هينا انا بحبك يا دوكي، فقال لها انا مقدر مشاعرك جدا وانا عارف انك عايزه تخففي المي، وبيشكرها وبيمشي. فانهارت هينا وفضلت تعيط جامد، وفي نفس اللحظه اللي جرى كوتارو يعترف لها بحبه وسمع كل اللي حصل ما بينها وما بين دوكي، وبسرعه جرى ورا دوكي وقال له انت خليت ليه هنا تعيط. فعرف دوكي من كلامه ان كوتارو بيحب هينا وقال له اعترف لها بحبك قبل فوات الاوان، وسابه ومشى. واثناء رجوع هنا للبيت بتلاقي كوتارو مستنيها وفضلت تحكي له عن اللي حصل كله، ودعاها كمان للمباراه بتاعته علشان يخفف عنها المها. وبعد فتره مش كبيره اشترت ناتسوكي اخت كوتارو تذاكر للسينما، وراح كوتارو مع هينا واعترف لها اخيرا بحبه، فوقفت وقالت له انها كانت عارفه، وقالت له كمان ان هي بتحبه. وفي النهايه نتعلم ان لا يصلح اي حد يكون بجنبك الا اللي بيحبك فقط، ومش كل اللي انت بتحبه لازم يكون بيحبك.